ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع زعماء قطر وروسيا والكويت والسعودية بشأن تهدئة التوتر، وذلك بعدما قطعت قوى عربية علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب. وقالت المصادر جراء التأكيد في المحادثات على أهمية السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك على أهمية التركيز على مسار الدبلوماسية والحوار لتهدئة التوتر الحالي. وقطعت السعودية ومصر ودول الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمس الاثنين في أسوأ خلاف في سنوات بين بعض من أقوى الدول العربية. وللتركيا علاقات جيدة مع قطر وكذلك مع عدد من الدول الخليجية الأخرى. وأبلغ نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش الصحفيين بعد اجتماع وزاري أمس بأن أنقرة تريد المساعدة في حل الخلاف. وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان بحثا خلاله تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيس التركي بحسب الوكالة القطرية عن تضامن تركيا مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج. وأبدى أردوغان ناقص بحسب المصدر ذاته ناقص تعاون بلاده بكافة السبل الكفيلة الجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات. وبعد محادثات بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا الكرملين في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إلى الحوار وتصفية الخلاف. وتحدث أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر والكويت. وقالت المصادر أن أردوغان سيواصل اتصالاته بشأن القضية. وأبدى استعداد تركيا تعاونها بكافة السبل الكفيلة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات.